بكبوكتي على طريقتي، جات من أروع ما يكون، صدقوني يا البنات، جات بنينة 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 تهبل، جات حسل. واش نقولكم، اللي مازالت ما دارتهاش وراهي في كونجلاتور تجبدها دير معايا هذه الوصفة، راهي بزاف بنينة على طريقتي. قلنا يلا تابعي معايا الوصفة. في طنجرة ولا كوكوط حطي 4 سنين تاع الثوم، قليهم مع شوية زيت وحبة تاع بصل ربيتها بيان سور كيما راكم تشوفوا، نخلوهم يتقلاو ونزيدوا شوية تاع الملح. الدوارة ما تحبش الملح بزاف البنات، ديروا شوية برك. هنايا بعد ما غليتها البنات واحد 2 غليات غالية ولا 2 غليات، هذا ما كان، وطفيت عليها وقطعتها ورميتها تقلى مع هذاك البصل والثوم. نزيدو هنا التوابل، فلفل الاسود والعكري ومغرف صغيره تاع كرويه، حبه طماطيش كبيره ربيتها، وملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، والحميصه والقزبر، تحب القزبر. ونخلو شويه للتزيين، راكم تعرفوا نقلوهم كامل على نار مهيله، وهنا نجو نمرقوا بالماء السخون، لازم ما مغلي ولا سخون. ونغلقوا على لو كوكوط تاعنا عفوا، خليتها هكذاك واحد نص ساعه ولا، لقيتها طابت. تشوفوا البنات جات تهبل ما شاء الله، وجات حسل، المريقه خاثره، وهذاك القرن تاع الحار طلق لي واحد الحروريه مانيفيك، واش نهضر عليها يعني قليل فيها. وهنايا جيت نسقي معاكم، وهنايا في طبق التقديم ما عليا غير نزيد شويه تاع القزبر من الفوق ويعطي لها المنظر الشباب تاعها هذاك. جربوها البنات، ما تنساوش تدعوا لي، على بالي رايحه تعجبكم وتعجب كامل العائله تاعكم. نتلاقاو في امان الله.